وده سر اول مرة اقوله ان انا سقطت سنة في الكلية للأسف. من بداية الفيديو ده هبدأ احكي عن شوية اسرار كده حصلت معايا في رحلتي التعليمية، زي ما واضح كده من العنوان بتاع الفيديو ده. ايه السبب الرئيسي اللي خلاني ادخل كلية هندسة او ايه نقطة التحول اللي حصلت في حياتي خلتني ان انا عافر واموت نفسي لمجرد بس ان انا عايز ادخل كلية هندسة، لان في شخص ما استفز جوايا حاجة خلتني ان انا اقوم تاني على رجلي وابدأ ان انا اقاوم علشان ادخل كلية هندسة. اللي ما يعرفنيش يا جماعة، انا اسمي عبد الرحمن متولي، بدرس في كلية هندسة جامعة المنصورة. كنت دبلوم صنايع، وبعد كده قعدت سنة ما كملتش تعليم بسبب التقدير السلبي اللي انا كنت جايبه في تالتة صنايع. كنت جايب 77.5%، وساعتها قررت ان انا والدي اللي قرر ان انا ما ادخلش تعليم تاني او مش هكمل تعليم لان التقدير بتاعك تقدير تعبان. وكان ساعتها جاي لي معهد نظم ومعلومات هنا عندنا في المنصورة، فقعدت سنة. وبعد كده صدفة ما حصلت يعني فعرفت المعهد الفني الصناعي. وانا كده اصلا من صغري انسان ما بيحبش التعليم اطلاقا، انسان ما بيحبش الدراسة، انسان ما تعودش على المذاكرة لاسباب كتير قوي هنبقى نفضفض فيها ونتكلم عنها. يعني من اهمهم ان انا الطفولة بتاعتي كانت طفولة بائسة جدا، كنت بعيد عن اهلي كتير لفترات طويلة قوي، فما كانش عندي القدرة ان انا من وانا صغير اتعلم ازاي اقعد على كتاب وازاي امسك القلم واقعد اذاكر. وده مأثر عليه لحد دلوقتي عامة، لان الموضوع من وانت صغير لو اتعلمت ان انت يبقى عندك هدف او ان انت تذاكر او ده بيفيدك جدا لما انت بتكبر. لو انت باين قدامك ان انا بشرب بالشمال فانا بشرب باليمين عشان ما حدش بس يعمل كومنت ولا حاجة، بس الكاميرا بس هي اللي ايه هي اللي معكوسة. كوباية الشاي بالنعناع دي يا جماعة اهم حاجة في يومك حرفيا يعني. فنرجع بقى لموضوعنا يا صاحبي. لما حصلت الصدفة ان انا دخلت المعهد الفني الصناعي، انا بصراحة كنت داخل المعهد الفني الصناعي انا مش عارف انا عايز منه ايه. يعني انا كنت داخل بس لمجرد ان انا شايف ابويا حاسس ان انت يا ابني خلاص بقى دي فرصة اتفتحت لك، فيلا بقى اثبت نفسك واثبت وجودك، ومش عايزك ان انت تكون وقفت تعليمك لحد الدبلوم، مع ان كان القرار قراره ان انت مش هتكمل تعليم تاني، ولكن زي ما تقول كده حاسس ان هو اتعلق في اي قشايه حتى لو خيط رفيع، فادخل وحاول. الكلام ده كان في 2017. كنت انا قعدت السنه بقى، خلصت دبلوم 2016، في 2017 قعدت السنه ديت. فلما عرفت ان في معهد فن صناعي قررت ان انا اقدم في المعهد الفني الصناعي. بس لما رحت عشان اقدم في المعهد الفني الصناعي قالوا لي والله انت مش هينفع تقدم السنه دي لان انت خلاص انت داخل على امتحانات اخر السنه، ما عادش هينفع تقدم، وانت ليك فرصه تقدم سنتين بس. لو قعدت سنه ينفع تروح تقدم في السنه التانية، لو قعدت السنتين من بعد تالتة دبلوم ما عادش ينفع تقدم في المعهد خالص. فاضطريت ان انا بالفعل اقعد سنه علشان في اواخر 2017 ابدا ان انا او على دخلة 2018 ابدا ان انا التحق بالمعهد الفني الصناعي. من 2018 لحد 2019 2020 سنتين في معهد فن صناعي الزقازيق. مش عايز اقول لك ان اول سنه في المعهد دي كانت سنه سيئه جدا بالنسبه لي، لان كنت لسه جديد في مكان اول مره اتعرف عليه، وكمان المكان بعيد عليا، فاضطريت ان انا اخد سكن. فالسنه دي بالنسبه لي كانت سنه سيئه نوعا ما، وما كنتش بنزل المعهد خالص، ما كنتش بحضر في المعهد خالص، لان ما كانش عندي اي هدف او اي طموح. انا مجرد بس ان انا دخلت المعهد ده علشان والدي عايزني ادخل المعهد ده بس. هتقول لي يعني ايه كليه هندسه؟ اقول لك ما اعرفش. هتقول لي يعني ايه معهد فن صناعي؟ هقول لك ما اعرفش. هتقول لي يعني ايه مذاكره؟ هقول لك ما اعرفش. انا في سنه اولى ديت يا جماعه انا ما كنتش بنزل غير على الامتحانات، وكنت بنزل بس الورشه اللي هي العملي بس، شكرا. كنت بنزل على الامتحانات، بشوف اصحابي اللي حواليا اللي هم اصلا ما كانوش اصحابي، ولكن كنت بسلك نفسي علشان خاطر انجح وخلاص. كنت اشوف اي حد اقعد انقل منه اي حاجه، واقعد اغش من اي حد علشان خاطر ان انا عايز انجح وخلاص. بس لو جيت تقول لي انت عايز كليه هندسه من المكان ده وانت في سنه اولى، اقول لك لا، مش عايز كليه هندسه. طب ايه هدفك من المكان ده؟ وايه اللي مخليك متغرب وقاعد في مكان غريب مع ناس غريبة ما تعرفهمش؟ ايه اللي مخليك قاعد؟ اقول لك والله ما اعرف. عيل لسه عندك مثلا 20 سنة ولا حاجة، 19 سنة حاجة زي كده، مش انت صاحب القرار،
والدك او اهلك هم اصحاب القرار، فعادي يلا اديها سنتين هيعدوا وخلاص وما فيش مشكلة. عايز اقولك ان انا من سنة اولى معهد لحد اول شهر ونص من سنة تانية معهد انا مش عارف انا عايز ايه تماما من المعهد. والله العظيم مش ببالغ يا جماعة، انا كنت عايش في دوامة توهان وعايش فيه. كان عندي لا مبالاة بطريقة غبية جدا، اللي هو كان وقت كله ضايع على ماتشات الكوره، وكنت بنزل كتير قوي اتفرج على ماتشات كوره، ما كنتش بفوت ولا ماتش. لو في حجز كوره بنزل احجز، كنت بقضيها كل يوم على الكافيهات والكافيتريات. وكان ساعتها بقى محمد صلاح لسه رايح ليفربول وكان في البيك بتاعه، فكنا لازم كل يوم ننزل، كل ماتش ليفربول ننزل نتفرج فيه عليه على القهوه. لدرجه ان الكافيهات لو في حد من الزقازيق في شارع فاروق، انا كنت ساكن في شارع فاروق، معظم الكافيهات اللي هناك كانت حافظانه. كان في هناك مطعم اسمه مطعم كاسب ده كنا احنا كل يوم لازم نروح نقعد عنده كده لحد الساعه 2 3 بالليل، ونروح القوميه نلف هناك شويه، ونروح عند المحافظه نلف هناك شويه. فحرفيا انا ما كانش عندي اي هدف واي طموح خالص. جيت في سنه تانية ربنا هداني الحمد لله، دي نعمه من عند ربنا، ونفسي ان انا ارجع تاني كده، لدرجه ان انا دايما وانا بتكلم بقول ان 2019 ديت احسن سنه في تاريخ حياتي، مش هتتكرر تاني. لقيت ربنا بيهديني الحمد لله، بدأت ان انا التزم في الصلاة، الحمد لله بدأت التزم في ان انا بقرأ قرآن ورد يومي، بلتزم في ان انا اقوم اصلي قيام ليل. فحسيت ان ربنا بدأ ان هو يهديني، وديت بداية ان الواحد بدأ يتحول شوية نوعا ما. لما دخلت سنة تانية قررت ان انا اغير السكن بتاعي، وبالفعل غيرت السكن وسكنت مع ناس تانية جديدة تماما، علشان حسيت ان هو انا في المكان الاولاني ده بالنسبه لي مش هيفيدني في حاجه. ومع ان انا لما غيرت السكن بتاعي برضو ما كانش عندي الشغف وما كانش عندي الطموح ان انا يعني برضو عايز كليه هندسه، ولكن حسيت ان انا بدات ابقى انسان نضيف عن الاول. حسيت ان انا بدات اكون انسان كويس عن الفتره اللي فاتت. التزامك مع ربنا ده لوحده كفيل ان هو يغير حياتك 180 درجة حرفيا. قربك من ربنا ده لوحده كفيل ان هو يوصلك لشعور الرضا، وشعور ان انت كل يوم بتدخل تنام على السرير بتاعك وانت مرتاح نفسيا مش متضايق، بالعكس. يعني انا وصل بيا المرحلة ان انا كنت ببقى ماشي بحس ان في ملايكة شايلاني. والله العظيم انا نفسي ارجع الانسان ده تاني، بس مش عارف، لان انا بقيت انسان سيء جدا، بقيت انسان بعيد عن ربنا جدا. يعني نفسي فعلا الايام دي يا جماعة عمرها في حياتي ما خرجت من حياتي، عمرها في حياتي ما تخرج من حياتي. حاسس انها مش هتتكرر تاني في حياتي، لدرجة ان هي احلى واحسن ايام حياتي يا جماعة في سنة تانية معهد في 2019 او اخر 2018 2019. لما دخلت بقى سنة تانية ساعتها انت بقى المفروض ان سنة تانية مهمة جدا بالنسبة لك. انا واحد من سنة اولى محدش يعرفني تماما، انا معرفش حد، حتى الناس اللي انا ساكن معاهم جديد معرفش منهم حد اطلاقا. فنزلت اخدت كورسات، لقيت في ناس بتاخد كورسات، فما فيش مشكلة ان انا انزل اخد كورسات. واللقطة بقى اللي غيرت مجرى حياتي حصلت في الكورسات، او حصلت في كورس معين. كان كورس مادة معالجات مع باشمهندسة اسمها باشمهندسة هبة، يعني ربنا يجازيها كل خير. هي ما تعرفش اي حاجه عن الكلام اللي انا بقوله ده، ولكن واجب ان انا اذكر اسمها، لان هي بصراحه من الناس اللي وقفت جنبي جدا وساعدتني جدا، ومن الناس المحترمه جدا. كل الدكاتره اللي كانت عندنا في المعهد كانت دكاتره ممتازه بصراحه، وكانوا بيحبوا الطلبه جدا وبيساعدوهم بشكل كبير جدا. فلما نزلت اخدت كورسات ما كانش حد برضو يعرفني، وانا ما اعرفش حد من المهندسين، والمهندسين ما يعرفوش مين الطالب ده. وانت في سنه اولى بتاخد كورسات، لما بتدخل سنه تانية معظم الدكاترة بتبقى عارفاك، او بنسبة 100% من الدكاترة بتبقى عارفاك. فدي حاجة بتبقى بالنسبة لك حاجة كويسة جدا، ان انت تبقى معروف من سنة اولى. ده بيساعدك كتير قوي في سنة تانية، وبيوفر عليك وقت ومجهود. انما لما بتبقى داخل سنة تانية محدش يعرف عنك حاجة، بتحتاج ان انت تاخد وقت عشان تتأقلم مع الدكاترة، وتتأقلم مع الطلبة الجديدة اللي بالنسبة لك، او تتعامل ان انت ازاي تكون صحبة علشان يساعدوك ان انت تذاكر والجو ده. لما نزلت اخدت كورسات برضو ما كانش عندي الشغف، ما كانش عندي الطموح، ما كانش عندي الاصرار ان انا عايز ادخل كلية هندسة. لسه ما زلت زي ما انا، مجرد بس ان انت كنت انسان وحش بقيت انسان كويس، ولكن نفس العادات اللي انت بتعملها كل يوم هي
تخرج تسهر تلعب بلاي ستيشن، تخرج تتفرج على ماتشات، ما بتذاكرش، بتروح الكورس ترجع من الكورس بتاكل تشرب، انت ساكن، تغسل هدومك، تطبخ، مفيش. تيجي اخر اليوم تدخل تنام، تقعد على السوشيال ميديا شويه، تقعد على السوشيال ميديا شويه وبس. وهو ده يومك، انت ما بتعملش اي حاجه اكتر من كده. المهم شورت لونج ستوري، ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان انا في يوم من الايام وانا في الكورس، كان عدى تقريبا حوالي فتره كبيره قوي يعني من الكورس. فالمهم كانت قررت الباشمهندسه هبه ان هي تعمل لنا امتحان مفاجئ في الماده اللي هي كانت ماده معالجات، بما ان كنت شبكات. قررت انها تعمل لنا امتحان، ولكن هي قالت لنا الامتحان ده هيبقى الحصه الجايه، واللي هيقفل الامتحان ده ويجيب فيه 20 من 20 هيبقى ليه جايزه، هجيب له جايزه. تمام. طبعا انا في الكورس عامه احنا في اوضه مثلا نقول 5 متر في 5 متر، والكورس زحمه جدا، في ناس كتير قوي بتاخد كورسات، وانا عشان انا غريب محدش يعرفني كنت ببقى واقف في اخر الكورس كده، في اخر الاوضه تحت شباك ببقى واقف، حتى ماليش كرسي اقعد عليه، لانه انت داخل الكورس معاك صاحبك بتحجز له، وانت معاك صاحبتك بتحجز لها، فكل واحد بيبقى مقنتم مع حد كده بيبقى حاجز له، بيقعدوا جنب بعض في الكورس. فانا كنت ببقى قاعد ورا خالص كده واقف تحت شباك كده، ومحدش يعرف اي حاجه عني وانا ما اعرفش اي حد. فالمهم جينا في الحصه بتاعه الامتحان، باشمهندسه وزعت علينا الورق، انا خدت الورقه بتاعه الاسئله، المفروض ان انا ابدا احل، انا مش عارف اي حاجه اصلا، لدرجه ان انا والله العظيم ساعتها ما كنتش عارف الماده دي بتتكلم عن ايه اصلا يعني، مع ان فات فتره كبيره قوي بناخد فيها كورسات وبنذاكر ومفروض ان احنا بنذاكرها، بس انا ما اعرفش عنها اي حاجه حرفيا. فببص يمين وببص شمال، لقيت الناس عماله بتحل، ولقيت الناس عماله بتشارك مع بعض الحل، لقيت الناس مبسوطه، لقيت الناس بتجتهد، ولقيت الناس يعني فرحانه كده، حاسس ان في كده روح كده جميله ما بين الشباب كده في قلب الكورس. وانا واقف ماسك الورقه ببص فيها، كتبت اسمي، ده الحاجه الوحيده اللي انا عرفت اكتبها في ورقه الاجابه. فالمهم بعد ربع الوقت كده قلت لها بعد اذنك يا باشمهندسه انا عايز اسلم الورقه بتاعتي، انا مش همتحن. قالت لي ليه؟ قلت لها والله انا مش عارف اي حاجه في اي حاجه، اوفر مكان زحمه، او اروح اشوف هطبخ ايه النهارده، او عندي هدوم هغسلها، او في ماتش بالليل اجهز له علشان اعرف انزل اتفرج عليه بالليل، المهم ان انا مش عايز امتحن وخلاص. فقالت لي خلاص ماشي مفيش مشكله. كان ساعتها الباشمهندسه هبه ما كانتش لسه تعرفني خالص، وانا ما كنتش لسه برزت، وما كنتش لسه بقى وصلت للبيك بتاعي ان انا بعد كده وصلت، احرق لك حته يعني، ان انا بعد كده وصلت بقيت الليدر بتاع الدفعه كلها، انا اللي بقيت مسؤول عن الدفعه، وبقيت انا القريب من الدكاتره، بقيت انا اكتر واحد معروف في المعهد. ساعتها كان عبد الرحمن متولي حرفيا. المهم سلمت الورقه بتاعتي وخدت بعضي ومشيت وروحت، وما كانش في دماغي اي حاجه، وعادي جدا. ايه يعني المشكله لما اجيب صفر، وايه يعني لما امتحان وعدى، وكده كده الايام بتعدي وخلاص، فما فيش مشكله بالنسبه لي يعني. المهم جينا في الحصه التانية يا صاحبي، ولقينا الباشمهندسه معاها كشف كبير كده طويل، ومعاها شنطه كبيره قد كده، وبدأت ان هي تنادي على الاسماء بتاعت الناس اللي جابت 20 من 20. الطالب الفلاني 20 من 20، الف مبروك خد الجائزة بتاعتك. الطالبة الفلانية 20 من 20. حرفيا يا جماعة لو احنا مثلا 50 واحد في الكورس، نقدر نقول ان كان في 35 واحد كانوا جايبين 20 من 20، والباقي بلا منازع اللي جايب ما بين 19 وما بين 18. يعني انا عايز اقول لك ان انا كنت وسط عتاولة، كنت وسط ناس بسم الله ما شاء الله جينيوس، ناس كانت جامده جدا، ان انت اصلا يعني انت في حرب حرفيا. وانا جايب صفر، اسمي انا ما امتحنتش يعني، جايب صفر، الصفر المتين، الصفر الجميل وقشطه يعني. كانت الباشمهندسه كانت عامله حركه جميله قوي في الجائزه اللي هي كانت جايباها، كانت جايبه كل واحد مج كده، والمج ده كان فيه قلم ايه، كان فيه معلقه، فيعني علشان خاطر وانت قاعد بتذاكر يبقى قدامك المج، تفتكر كده وتتحفز ان انت جبت 20 من 20
والمج ده يبدا انه يفكرك ان انت تجتهد اكتر. ومعلقه شكلها شيك كده، بصراحه كان مج شكله حلو قوي، بس ما كانش فارق معايا. انا واقف ورا يا باشا متكيف مبسوط عمال بفكر في ماتشات بالليل وماليش اي علاقه بالناس ديت. انا يا جماعه انا جاي هنا ضيف شرف، وان شاء الله في اخر السنه هاخد بعضي واتكل على المنصوره تاني، اروح لاهلي اقول لهم سلام عليكم انا رحت المعهد زي ما رحت زي ما جيت، شكرا انا كده عملت اللي عليا وكتر الف خير يعني. فالمهم بعد ما الباشمهندسه بقى، اللحظه بقى اللي غيرت مجرى تاريخ عبد الرحمن المتولي، هي اللحظه دي اللي ثابته في دماغي مستحيل تطلع من دماغي، وانا متاكد ان دي كانت رساله من ربنا ليا مش اكتر، ديت مسج من ربنا ليا. المهم انا واقف كعادتي ورا، باشمهندسه وزعت المجات ووزعت الجوائز وخلاص والدنيا تمام، والمفروض بقى انها تبدا تشرح الكورس. فالمهم وقفت كده وقفت، يعني وقفت شعله، اسميها وقفه شراره بالنسبه لي. وقفت وقامت راح قايله بصوا يا شباب، اللي فيكم النهارده جاب 20 من 20 واتكرم واخد جايزة، هو نفسه الشخص اللي هيجي اخر السنة هيدخل هندسة وهيتكرم وهيرجع لأهله مفرحهم ورافع راسه. واللي فيكم النهاردة ما جابش تقدير كويس وما جابش التقدير المناسب وما نجحش وما تكرمش، هو نفسه الشخص اللي هيجي اخر السنة مش هيتكرم ومش هينجح وهيرجع لأهله مخيب أملهم فيه. عارف انت انا واقف كده، انا اتمسمرت مكاني. يعني ايه انا اخر السنة مش هتكرم زي دول؟ يعني ايه انا اخر السنة مش هرجع لأهلي في البيت مفرحهم؟ هم اللي قاعدين حواليا دول احسن مني في ايه؟ طبعا الكلام ده كان عمال بيدور في دماغي، الكلام جه في دماغي اكنه قنبله نوويه فجرت نافوخي حرفيا. انا بقيت واقف، الكورس مدته ساعتين ونص، انا كنت في غيبوبه، انا دخلت في غيبوبه حرفيا، اللي هو انا واقف بجسمي وعقلي وذهني في حته تانية خالص، في ملكوت تاني خالص، معرفش هما بيتكلموا عن ايه. بس اللي هو يعني انا بعد السنتين دول يا جماعه وانا متغرب ومصاريف وتعب اهل عليا، وان انا بقى بحاول ان انا المفروض ان انا بحاول قدامهم ان انا ابقى حاجه كويسه، وبتعبوا على شيء عشان ان انا اكون انسان كويس، وفي الاخر اسمع الكلمتين دول ان دول هيبقوا احسن مني. يعني اللي اخد مج دلوقتي ده اخر السنه هيبقى احسن مني يا جماعه؟ لا انتوا لا ده مش انتوا كده جيتوا معايا في سكه غلط حرفيا يعني. فالمهم روحت البيت، لما بقى قعدت كده فوق وبتاع، قعدت بقى قاعده كده مع نفسي اللي هو لا يا باشا، لا يا معلم، ما ينفعش الكلام اللي انت سمعته النهارده ده مش هياكل معايا عيش. عدى شهر ونص من الدراسه، انت متخيل انت في سنه تانية معهد؟ يعني المفروض ان من اول يوم لاخر يوم اهم ايام حياتك، انت ما ينفعش تعدي ثانيه من يومك. مهم جدا كل الوقت ده ان انت تستغله في مصلحتك، لان دي سنة تانية مهمة جدا بالنسبة لك، انت محتاج تقدير، ممكن تقف على 1/10% تضيع منك حاجة انت كان نفسك فيها. فبقول لك عدى شهر ونص دول يعني 30 و15 يعني قول حوالي 40 يوم من بداية الدراسة، اللي هو اصلا وقت كبير قوي. تمام، عايز اقول لك ان انا في النهاية باشمهندسة هبة دي تكرمني وتعمل لي شهادة تقدير في امتحان كانت عملته طلعت فيه الاول، والشهادة التقدير بتاعتها اللي جايبها لي معايا فوق. وعايز اقول لك ان جيت اخر السنة بقيت الليدر بتاع الدفعة كلها بقت عارفاني، دكاترة كلهم بقوا عارفين عبد الرحمن متولي، لدرجة ان انا في الميد تيرمات ما كنتش بمتحن الميد تيرم او امتحانات الشهور ما كنتش بمتحنها، كنت انا بقى اراقب على صحابي اللي بعد كده خلاص انا بقيت معروف، فالكل عايز صاحبك.
تمام. وانا اللي كنت مسؤول عن الدفعه بتاعتي من ان انا الم فلوس الدفعه، وان انت بقى عندك مشروع تخرج فانت بتلم الفلوس عشان تظبطوا القسم بتاعكم. كنت انا المسؤول الليدر حرفيا، وكان وتحت مني جوز بنات، البنتين دول كانوا هم المساعدين ليا. وعايز اقول لك كمان ان انا نقصت 3 درجات بس في اعمال السنه في الترمين. انت متخيل ان انت تنقص يعني انت مقفل اعمال السنه بتاعتك في الترمين 100% حرفيا. 3 درجات دول يعني مش حاجه. تمام. فانا بقول لك ده ليه؟ بقول لك ده لان انت لازم تدور على نقطه التحول اللي في حياتك اللي تخليك ان انت ترجع لاهلك تفرحهم وتشرفهم وتفرح نفسك. لو ما فيش نقطة تحول في حياتك، او انت ما خلقتش لنفسك نقطة تحول معينة في حياتك وقعدت مع نفسك قعدة سوية كده علشان تثبت لنفسك ان انت ما ضيعتش السنتين دول من حياتك في الفاضي، تمام، فساعتها انت هترجع لأهلك في اخر السنتين زي ما دخلت زي ما طلعت، ما استفدتش بأي حاجة اطلاقا. يعني لما انت تتخيل كده ان انا بعد شهر ونص ابدأ لسه امسك قلم وذاكر واجي في اخر السنة اجيب تقدير 94.5 وادخل كلية هندسة على سنتنا 2019 كانت هندسة بتقبل من 93.5، فساعتها 94.5 كان كويس جدا. كنت حاطط لنفسي تقدير 95%، ولكن ان انت تجيب 94.5 ده فده كان ممتاز جدا جدا جدا. ان انت تنافس اصحابك اللي كانوا بيذاكروا من سنة اولى وتنافسهم وتتخطاهم، ان انت تتكرم وتتكافئ وتاخد جايزة في نفس المكان اللي انت فشلت فيه اول مرة، فده كومباك وريمونتادا تاريخية بالنسبة لي. ان انت تبقى الليدر بتاع الدفعة وكل الدكاترة عارفاك وكل الدكاترة بتتواصل معاك انت شخصيا عشان توصل الكلام لاصحابك اللي في الدفعه، فديت برضو ريمونتادا تاريخيه بالنسبه لي. ان انت اصلا ما كنتش معروف وفجاه بقيت انت توب على الدفعه بتاعتك. كل ده محتاج منك مجهود. يعني انا عايز اقولك ان انا ما وصلتش لكده بسهوله. انا واحد من صغري ما اتعودتش ان انا اذاكر، واحد من صغري ما اتعودتش ان انا اقعد على كتاب. يعني اول مره في حياتي اذاكر في سنه ثانيه معهد. كنت ذاكرت قبل كده في الصناعه في سنه اولى شويه، ولكن بالنسبه لي ما كانتش مذاكره. ولكن اول مره في حياتي فعلا ادخل في مود ان انا بذاكر وليا جدول وليا نظام معين للمذاكره وليا اوقات معينه للمذاكره واوقات معينه للمراجعه واوقات معينه لحل الامتحانات. ولكن ده ما جاش بسهوله اطلاقا. I think 100% 100% لولا ربنا سبحانه وتعالى في حياتي انا ما كنتش هبقى قاعد دلوقتي احكي لك الكلام ده. لولا ان ربنا انعم عليا ساعتها بالهداية، وان انا كنت شخص زي ما قلت لك ان انا كنت بمشي في الشارع احس ان في ملايكة شايلاني، كنت يعني كان ذكر ربنا ده ما كانش بيروح من على لساني. يعني الاستغفار ده دايما على لساني، ورد القرآن يوميا، سورة الكهف كل يوم جمعة. يوم الجمعة ده كنت بروح بدري بنص ساعة قبل ما الأذان يأذن. ان انت تبقى ماشي الأذكار دايما على لسانك، والصلاة على النبي والتسبيح والتهليل. ان انت قبل النوم لازم تقرأ ورد القرآن. ان انت تصحى قبل الفجر في عز التلج حرفيا، تصحى تقوم من النوم علشان تصلي ركعتين قيام ليل وتنزل في عز التلج عشان تصلي الفجر. جماعة يعني يا جماعة انا كنت ساعتها لو فاتني فرض، يعني وانا راجع من المعهد بعد الظهر تعبان وهلكان وعايز انام، لو نمت وصحيت كده لقيت العصر فاتني بقعد كده على السرير واقعد اعيط حرفيا. كان ساعتها عندي مشاعر مستحيل تتكرر تاني. واي ثينك ان لولا ده ما كنتش هبقى ده. ودي شهاده في حق ربنا ضعيفه جدا بالنسبه لي، ان لولا انت يا رب انا ما كنتش هبقى كده، ما كنتش هوصل للمرحله دي. من انسان كان فاشل تماما ما فيش عنده اي طموح، لانسان ربنا يوديك في السكه ديت وفي الناحيه ديت. والمسج اللي الباشمهندسه كانت بتقولها ساعتها انا متاكد ان ربنا نزل عليها الكلمتين دول عشان تقولهم علشان يوصلوا لي انا شخصيا ساعتها. فدي كانت رساله من ربنا ليا. يعني الحمد لله على كل شيء، وده توفيق من ربنا اولا. يعني ثانيا انت بتسعى وبتجتهد وبتحط لنفسك هدف وبتشتغل عليه. بس يعني عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، ده كان شويه تفاصيل صغيرين قوي. انا بصراحه الفتره الحاليه حابب ان انا افضفض عن حاجات كتير قوي حصلت معايا، وفي قصص ومواقف كتير جدا 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 حصلت معايا في الفتره اللي فاتت بتاعه المعهد والدبلوم والابتدائيه وفي الكليه. وعايز اديك تريكات دلوقتي كده، لو انت مكمل معايا في الفيديو لحد النهايه كده هتقول لي تحت في الكومنتات. وده سر اول مره اقوله، ان انا سقطت سنه في الكليه.
للاسف. انا الفتره اللي جايه يا جماعه انا هدخل اقول على كميه اسرار حرفيا يعني ولكن هي دي الشانل بتاعتنا، ان انا انقل لك تجربه حصلت معايا لعل انت ممكن تستفاد منها، وده الهدف من القناه، ان انا اكون حاولت او جربت وفشلت في حاجه وشفت الغلط من الصح، فانا باجي انقله لك بطريقتي الشخصيه علشان انت تحاول ان انت تتجنب الخطا ده، وتحاول ان انت تصلح منه علشان ما تقعش في نفس الغلط بتاعي. فممكن وارد يكون الفيديو اللي جاي هو قصه ان انا ازاي سقطت في الكليه للاسف. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبك. لو انت مش مشترك في القناه تنزل حالا تشترك في القناه عشان يوصلك جديد اول باول. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي، اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في الحلقه اللي جايه. في امان الله.